معلومة من التاريخ الإسلامي. وأحداث هذه الليلة مع علمين إمامين مجاهدين بارعين سامقين إمامين طبعت قلوبهم على حب الشهادة والشجاعة. أتحدث عن الأول فأقول: في قلب نجد وفي اليمامة هناك وفي تلك الأراضي الشاسعة البعيدة عن مكة ينطلق جيش أطلقه خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليقاتل أولئك الذين ارتدوا عن ملة الإسلام بعد موت محمد عليه الصلاة والسلام. ينطلق الجيش إلى اليمامة، الجيش عرمرم، يقود بعض كراديسه خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومعهم صحابي جليل الذي قارع الأسنة رضي الله عنه. وهناك تقع الوقعة الكبيرة، مسيلمة ومن معه من بني حنيفة وأتباعهم ومن ارتد من العرب في جيش كبير. وكانت المعركة قاسية، وكانت الأسنة أيها الأحباب تختلف، وكان فيها قتل، وكان بها معاشر الأحباب دماء وأشلاء. تقهقر جيش المرتدين إلى حديقة هناك، حديقة وهي حصن من حصون بني حنيفة. تقهقروا من ضغط الجيش المسلم عليهم حتى دخلوا حديقة سموها حديقة الموت، وأغلقوا الأبواب عليهم. وتبع الصحابة أولئك الذين تحصنوا بالحصن وبتلك الحديقة، فالتفت بعضهم إلى بعض: إلى متى المقامة؟ إلى متى ونحن ننتظر؟ كيف تفتح هذه الأبواب؟ دارت أيها الأحباب الأفكار، وكل يدلي برأيه، إذا بصحابي يخرج من أواسط الصحابة رضي الله عنه ما عرف إلا أنه رث الحال زاهد الحال. إذا رأيته وأنت لا تعرف أنه البراء إنك لربما استصغرته بعينك. يلبس طمرين باليين لكن به قلب أحب الله ورسوله، قلب يبارز به، حيث بارز أكثر من 100 فارس من فرسان العرب فجندلهم، وبقي رضي الله عنه بسيفه شامخ. قال لهم: إلى متى الانتظار ونحن خلف حصن بني حنيفة هنا؟ إلى متى الانتظار وأبوابهم موصدة؟ إلى متى؟ قالوا: وما نصنع يا براء؟ إنه البراء بن مالك، ماذا نصنع؟ قال: ارفعوني على ترسي هذا واجعلوني في وسط الترس الدرع، أجلس في وسطه في قحفته، ثم ارفعوني على رؤوس الأسنة أي الرماح حتى تبلغوا بي أعلى سور الحصن، ثم اقذفوني. يقذفونه بين يدي أكثر من 10,000 سيف ورمح وسهم. أهذا الانتحار؟ لا وربي إن قلب صاحبه يختلف عن قلوبنا. نعم، التفتوا إليه: إلى من نرميك يا براء؟ قال: إلى بني حنيفة من ارتدوا، ارموني خلف الحصن أفتح الباب لكم. لو تحدثت عن الشجاعة وعن الشجعان وسطر عظماء كتاب السير ما سطروا، وتحدثوا عن قلوب تسبق أصحابها وأيادي أقوى من قلوب أهلها، لن تستطيع أن تقرأ صفحة شجاعة كشجاعة البراء بن مالك. نعم، أطاعوه وضعوه في الترس، ثم رفعوه حتى تجاوز قلعة الحديقة حديقة الموت، ثم انكفأ به الترس فإذا هو في أوساطهم. جاك يا مهنا ما تمنى، أتاكم يا أيها المرتدون هذا الذي يدعي الشجاعة بينكم، ما استطاعت 10,000 سيف شطير أن يمزقه، بل يخدشه، بل يضربه، ينهشه، يسيل دمه، ولا زال بترسه وسيفه
حتى بلغ الباب وفتح الباب فدخل أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وانقض الجيش الإسلامي إلى حديقة الموت، وجراح البراء لا زالت تنزف وهو يكبر الله أكبر. ينقضون على من كان في الحصن ويعملون السيوف فيهم حتى بلغوا مسيلمة، فإذا وحشي بانتظاره وأبو دجانة بانتظاره، فهذا يشتره بسيفه وذاك يرميه بحربته، وقد تقهقر الورى وسكن في حصنه في قصره، لكن سهام التوحيد وصلت إليه، ويخرج مع باب الحديقة البراء بن مالك دماؤه تنزف، لكنه باب إلى الجهاد وإلى النصر في أمة الإسلام. إن القارئ في سيرة البراء ابن مالك ابن النضر الأنصاري شقيق أنس خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، شقيق أنس بن مالك، لن تجد له في الأحاديث كثير من روايات، ولن تجد له أيها الأحباب كثير من الأخبار. عاش خفيا تقيا نقيا مجاهدا شجاعا، كان يدعو حتى التفت الحبيب إليه فنظر إليه وهو قد رفع يديه فقال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. إنه البراء بن مالك الصحابي الجليل الذي لربما اختفت بعض سيرته لقلة ما نقل عنه، لكن موقف الحديقة هذا أيها الأحباب يكفيك أن تعلم أن الرجل طبع على حب فراق الدنيا ليس كرها في الحياة، إنما شوقا للقاء الله. ودائما الشجاعة مخزونها هو حب لقاء الله، ولذلك لا تستغرب أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام صنعوا من معدن آخر لم نصنع منه، لا، هم خلقوا مثلنا من الطين، لكنهم قلوب أيها الأحباب عشقت المعالي، وهمم تجاوزت القمم، وعيون سهرت في سبيل الله، وأرواح بيعت في سوق الجنة، صدقوا محمدا عليه الصلاة والسلام يوم أن يقوم بينهم فيقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم، لا تلمه إذا كان يبحث عن مضان الموت. ولذلك رضي الله عنه من دعائه المستجاب: هل دعا يوما من الأيام أن يسلم وأن لا يصاب في سبيل الله، بل كان يوما يتغنى وكان صوته شجيا، كان يحدو ويهمسه في أذن بعض شبابنا الذين ميعوا النشيد، فبدل أن يرفعوا هممنا به أنزلوا الهمم حتى صارت آهات وآلام وتغنجات وكلام لا يزيد في الرجولة ولا في الشجاعة ولا في الشكيمة. كان العرب قديما زمجرتهم وهم في الجهاد حداء، يحدو الخيل ويحدو الإبل. يوما كان يحدو، فلما سمعه أنس رضي الله عنه سمعه وهو يحدو ويتغنى، قال له أنس رضي الله عنه كأنه يلومه: أبدلك الله يا براء، أبدلك الله بخير من هذا. قال: وهل تظن أني أعشق الموت يا أنس؟ لو أن لي دعوة مجابة لدعوت الله أن تكون آخر فصول حياتي مجاهدا في سبيل الله. هذا الرجل البراء بن مالك لن نطيل في مواقف الشجاعة في حياته، لأن لا نجد في الكتب كثيرا من خبره، لكن سنذكر بعضا من أخباره التي وردت وثبتت في السنة علنا أيها الأحباب أن نقتفي أثر القوم. وهنا إن كره الحياة ليس كره لأننا لا نريد عمارتها، ولذلك تجد أن الموت الذي استخدمه الخوارج وأخرجوا أرواح أتباعهم من المغفلين حدثاء الأسنان فقتلوهم في عمليات خائبة خاسرة، هم بأنفسهم
يستخدمون نفس الأدلة التي استخدمها الصحابة في بيع الأرواح في سبيل الله، لكن السوق يختلف عن السوق. سوق البراء بن مالك يقوده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، راية ليست عمياء، راية واضحة عبر كتاب وسنة. أما راية القوم أولئك الذين أراقوا دماءهم لا في ساحات الوغى، إنما قتلوا المصلين الركع السجد. فيا بني ويا أخي، إياك أن تأتي الحماسة في حب الموت في سبيل الله، والموت في سبيل الله أغلى المطالب. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، ومن لم يغزو ويحدث نفسه بالغزو، حديث صحيح، مات ميتة جاهلية، وفي رواية مات على شعبة من النفاق. الغزو الذي تتمناه راية بيضاء لا راية عمياء، وولي أمرك هو الذي يقودها، لا المهرطقين من المكذبين وحدثاء الأسنان الذين يدعون الدين وقد مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية. أعود إلى البراء بن مالك رضي الله عنه. كل من كتب عنه قال شجاع، والشجاعة أصلها في القلوب، الشجاعة الأصل فيها في القلوب. ولذلك شجاعة الإنسان أيها الأحباب يربيه أو يصنعه كثرة قراءة السير، كثرة قراءة أخبار القوم، كثرة قراءة الأحداث التي سطرت في السيرة، تجعل العبد أيها الأحباب يعلم أنه ما خلق ليأكل، إنما هو يأكل ليعيش، لا يعيش ليأكل، إنما همته عالية. وهنا وقفة. الشجاعة من أكبر معينها الصدق مع الله، الصدق مع الله، أن يعلم الله صدقك في بيعك لروحك. شخص ما باع الله وقته لله، ما باع ماله لله، ما جاهد نفسه في الصلاة بين يدي الله، ما جاهد نفسه. هل يجاهد بنفسه؟ اللي ما جاهد النفس لا يجاهد بالنفس. أنتقل وإياكم أيها الأحباب. هذا الرجل الشجاع من قوته في المعارك رأى عمر الفاروق. وعمر من؟ عمر محدث الإسلام، عمر الذي فاروق الإسلام، عمر الذي ما سار في فج إلا خالفه الشيطان في فج آخر. على قوته كتب عمر إلى كل عماله: لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين، خلوه جندي لا يقود. لماذا؟ لأن به من القوة والشجاعة ما لو قاد معه غيره أهلكه، رضي الله عنه وأرضاه. انظر، عمر يخشى على الأمة من قيادة البراء، لكنه يفرح أن يكون البراء في جيش من الجيوش المسير. انظر إلى قوته. وهذا ليس أحبابي كان وصف البراء قليل اللحم قصير البدن. حتى بعض في أحد الغزوات لما رأى فارسا طويلا كسر رجله حتى ينزل إليه، ضربه بالسيف حتى أناخه، ثم أجهز عليه، قال: ماذا أصنع؟ الرجل طويل. ولكن انظر إلى الشجاعة التي في قلب البراء بن مالك. يقول: لا يلي جيشا من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك، إن قدم بهم أهلكهم. انظر، وهذه من حكمة القيادة. ولذلك ينبغي أن يكون القائد دائما أرحم الناس بالناس، ولا يوضع إنسان يبتلي عباد الله، هو قوي والربع يعني بعضهم منزوع الدسم، وبعضهم ضعيف الهمة، وبعضهم قد ألف الراحة، فيأتي شخص فيبتليهم فيكرهون المبدأ الجميل الذي هو فيه لقوته. ولذلك من أفشل القادة الإداريين واللي يعملون الذي يحمل الناس على ما يعمل هو ويدين هو في أمور ليست شرعية، إنما هي من التحسينات والكماليات والمندوبات. لا تحمل الناس إلا على الواجب الشرعي، أما ما حملت نفسك عليه فهدأ الله يحفظك وارحم. والحبيب يقول: اللهم من ولي من أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه،
ومن ولي من أمر أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به. ومن هنا ننظر البراء بن مالك ما ولي قيادة جيش مع أنه إنه القائد وهو الشجاع، ولكن اكتفى الصحابة بماذا؟ بأن يكونوا مقدما لهم في غزواتهم. أيضا من أهم المعارك التي أيها الأحباب من أهم المعارك التي دخلها هي معركة تستر، وهي عندما أتى رضي الله عنه مع أخيه أنس إلى حصن من حصون الأعداء وقيل الروم، وقد أرسله أبي موسى رضي الله عنه، أرسله إلى هذا الحصن وهو عاشق الحصون وعاشق الصعاب، ورجل ب1000. أنت بكم؟ هو ب1000. ولذلك أحبابي كل مسلم منا يسأل نفسه في دين الله في أي أمر فتح الله عليه، أنت بكم؟ ب10، ب5، ب1000. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض الرجال بعضهم ب100 وبعضهم كالإبل الكثيرة التي لا تجد لك فيها مركبا، كان إبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. ايش معناها؟ الإبل اللي ترعى في الصحراء تستطيع أن تركب على ظهر من شئت دون أن تدرب؟ لا، بعضهم عنده 100,000 ناقة ولا واحدة يقدر يركبها، وركبها تجد أن رأسه بين أخفافها، لأنه لا يوجد هناك شيء، ما روض شيئا. دع بعضنا 1000 مستقيم ونبغى نوزع إعلام محاضرة ولا واحد، 1000 حافظ ونريد أن نقوم بحلقات في القرآن ما نجد ولا واحد، 1000 خريج من الجامعة نريد نلقي كلمة ما نلقى ولا واحد، 1000 طالب علم نبغى أحد يخطب الجمعة الجاية لم ينجح أحد. ولذلك إذا رأيت الناس كثير لكنهم لا يغيرون في الواقع فهم نقص وليسوا بزيادة. البراء رقم مميز. عندما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم تحت حصن تستر هذا، فكان من خبث الأعداء يحمون الكلاليب هذه يحمونها، يلقون سلاسل، وفي آخر السلاسل كالسكاكين فيرمونها على الصحابة، فإذا علقت يحمونها أولا بالنار، ثم يرمونها وهي حمراء بيضاء من شدة الحرارة، فإذا نزلت إلى قاع الحصن تعلقت بأحدهم ثم جذبوه، وإذا جذبوه مات من الحرارة ومن القيد الذي أو من السلسلة التي تعلقت به. منظر مفزع. وبينما هم يرمون خلف الحصن سلسلة وآخرها الكلاليب معلقة، إذا هي تصيد تقع في ثوب أنس بن مالك شقيقه أخوه، وإذا بالبراء ينظر، فلما رآه النار موقدة وأنس معلق ماذا فعل؟ مسك النار بسلاسلها وجذبها حتى أنزل أخاه، ثم أنزله إلى الأرض وفك الكلوب عنه، فلما فتح يديه إذا العظم قد بان من الحرارة، وقطع الحبل، رجع الحبل بدون سلاسل ولا كلاليب. اللهم ارضى عن البراء، أي قوة هذه. وأحبابي جهنم مسك الجمرة، وانظر كيف نصر أخوه. ومن هنا أحبابي تحرك في قلبه داعيين، الداعي الأول داعي المحبة في الله، الثاني محبة الأخوة، الثالث أراد الكفار ألا يقهروا أهل الإسلام. وكم نحتاج أحبابي في كل ميادين الحياة إلى شجاع لا ينظر إلى المتاعب ولا ينظر إلى الخسائر ولا ينظر في الساعة، ويقدم ما لديه لدين الله وخدمة لعباد الله. أنا كنت في الحد الجنوبي من أسبوعين، واتيت في مناطق متقدمة، فإذا أنا رجل أراه بثوب يدخل على سكنة عسكرية في الجيش السعودي ومعه ورقة عند القيادة يوقع ورقة، فسلمت عليه، قالوا يا شيخ اصبر، هذا أصيب 5 مرات في جسده 9 شظايا وجاي يقول راجع. والله لو يقول الطبيب ما يقول، والله لأعود يا نصر يا موت. نظرت إليه إذا معه عصا وفي جسده من الشظايا
قال يا شيخ 5 إصابات و5 مرات والله ما بعد دعاني إلى الحين، الله يجعله يدعيني. انظروا إليه يا أخي، أننا نتكلم أحيانا عن سير الصحابة، أنت موجود معنا، ما الذي أتى بك هنا؟ وأتصل بالجهاز، والله أتصل بالجهاز على الخط الذي على النار لأن ما نستطيع نصل إليه، فبالجهاز ألقيت كلمة، ثم لما أغلقت سمعت تكبير وإذا هم يقول يا شيخ يا تلقونا متفحمين على المدافع وإلا النصر بإذن الله نبشركم به. هذا الرامي عنده 9 أطفال، أين أطفاله؟ لماذا لم يلتفت خلفه؟ لماذا ودع الدنيا؟ إن الله يصطفي من عباده اصطفاء من يبذل روحه ووقته وعمره. أيضا وعائد في المطار رجيت رجل عسكري مغطى العين بشظية أطارت عينه، فقلت له جسمك؟ قال عايض. قلت يا عايض سلامات. قال سلامات ويش يا شيخ؟ أنا أشوف بعيني 6/6، هذه راحت، أقول لهم خلوا هذه تروح مع هذه ولا أروح أنا مع الثنتين وشو تعالجون واحد؟ والله ما نبي الحياة يا شيخ، والله العز هناك أن الجبال تتطامن ونحن فوقها. إذا أحبابي في مواقف يجعل الإنسان عمره كله يساوي موقف، هذا موقف في تستر، وهو البراء بن مالك يجذب الكلاليب مع النار في سلاسلها فينزل أخوه ويقطع الحبل، اللي ربط اللي أنزل هذا ليست عضلاته إنما قلبه، قلب مؤمن. ولذلك أحباب الشجاعة موقفها وموقعها سويداء القلب، وليس في الزند ولا في العضلات منها شيء. وقلت في درس ماض كم من إنسان تجده XX لارج ولكنه لا تجده لو مر فأر تحت قدميه لرقي بالفاتحة والمعوذتين ما استطاع أن يتقدم خطوة، مع أنها فأر يا أخوان. وتجد آخر ليس عليه من اللحم شيء ولكنه قد من صخر كله عزم وبطولة كأخينا أو كصاحب رسول الله رضي الله عنه وأرضاه البراء بن مالك رضي الله عنه. إذن قال من كتب في السيرة ما زال يجر السلسلة ويداه تدخنان حتى قطع الحبل فنظروا إلى عظامه فإذا عظامه قد بدت ذهب كل اللحم الذي على عظمه، اللهم ارض عنه. ثم أنزل أخوه. أحبابي كم واحد من أخواننا من اللي يفدى أخوه كهذا كالبراء عندما أفاد أنس؟ بعضنا لو يقول أخوك بيسجن في دين قال خله، أصلا الحرمة لعبة عليه، أخوك بيسجن بلا حرمة بلا لعبة عليه، ارحمه اكفله افدى بمالك. لا. وبعضهم أحبابي نعم يجد أنه بحاجة في فقر، يحتاج سيارة، يحتاج كفالة، يحتاج، وبعضنا يترك شقيقة. اي والله من قلوب قدت ليست من شجاعة، قدت من جفاف عاطفي، من عدم الرحمة. أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ هذا عاش يعالج حتى قيل قاموا بعد حديقة الموت قام خالد بن الوليد، خالد سيف الله يداوي البراء بن مالك شهرا كاملا بنفسه يداويه، لأن رجل صعب ورقم صعب وقلب صعب ويد صعب، ولذلك هو يختلف في الحروب عن غيره رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كان يحدو يوما رضي الله عنه بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحداء في الجيوش إنما هي من باب رفع الهمة، خاصة والرسول صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق كان يحدو ويحدو الصحابة معه، وفي بناء مسجده اللهم نعم عندما قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهكذا بحداء جميل ورجز جميل. وكما قلت فلما أن أنشد قال رفقا بالقوارير يا براء، وقد روي ذلك عن أنجشة رضي الله عنه، لأن الإبل تعدو بالإبل قوارير، والقوارير هن النساء اللاتي في الهوادج هن لا يخرجن. ولذلك نستغرب يا أحبابي من رجل يسمح لنسائه أن يرين مغنيا حمر الشفتين والخدين
وفتح صدره وأبان نفسه، ثم يتكلم عن الحب والغنج والعواطف والهيام والغزل، ثم هو يغمز بعين يمنى ثم يسرى، ولا زال الرجل يجالس محارمه لينظروا إليه. نقول لهذا رفقا بالقوارير، رفقا بقلوب النساء، لأن المرأة تتعلق وقد يميل قلبها إذا سمعت كلاما جميلا. فكيف والبراء كلامه رجولي والطريق طريق جهاد. فلما وقيل بعضهم أن الحبيب عندما قال رفقا بالقوارير يا مالك، ليس المراد أن النساء تأثرن من صوتك، لا، إنما تأثرت الإبل فبدأت تعدو، فرفقا لا تسقط امرأة من هودجها. وليس المراد أن قلب المرأة أنه يميل، لأن رأية سماع المرأة للرجل بسماع بريء لا يضر، ورؤيته بلا فتنة لا يضر. لكن إذا كان الرجل الملمع، وأنا أقولها أحبابي ولا يغضب علي المنشدين، ألاحظ أن الإنشاد والشيلات الأخيرة دخلت نفق الغنى، وصار بعض المنشدين يهتم ببدنه ويخفف لحيته وينعم بدنه مع إمالات وإيقاعات تقرب إلى الخضوع بالغنى، فليحذر. أيضا أيها الأحباب، آخر نقول متى مات هذا الإمام وهذا الأسد؟ مات رضي الله عنه عندما كان في غزوة من الغزوات، وكان بين يديه جيش، فأتى أصحابه يقولون له يا براء أنت ممن أقسم لو أقسم على الله لأبره. أحبابي، هل فيه عجب، في أقوى من أن تكون رجل بينك وبين الله، ليس بينك وبين الله إلا أن تدعو فيجيبك؟ تصور المقام هذا، انظر إلى المنزلة هذه، رجل يقول أقسم يا رب عليك إلا أن تنزل المطر فينزل المطر، إلا أن تحل النصر فيحل النصر. أي علاقة بين هذا العبد بين الله؟ والله لا يصدق عبد مع الله إلا أجيبت دعوته، ولا يصدق ولا يرى الله في قلبك إلا الله إلا ويزيد عزك. ولذلك أحد أسباب أن تكون مستجاب الدعوة بعد أكل الحلال أن يرى الله في قلبك أن الله عظيم، ليس مع الله مزاحم في قلبك، تحبه تخافه ترجوه لا سواه، يفتح لك الباب. ومن أعظم ما يجعل القلب منيب ويجعل الدعاء مستجاب هو الزهد في الدنيا. ولذلك كان رضي الله عنه زاهدا أشاح واحد أحبابي، أنا أذكر أحد علمائنا وهو ممن درسنا في المعهد الرياض العلمي، زرته يوما في بيت طين في منطقة من أحياء الرياض القديمة، وقد ماتت زوجته ومات من أبنائه 4 وبقي 2، وكان الشيخ جالس يرقي الناس مجانا احتسابا، وشيخ من مشايخنا الكبار، فكان جالس وكان كفيفا، وكان كلما أتاه من مال يشتري به زيت وماء فيقرأ ويعطي الناس، وكان يبكر للصلاة. الشاهد كان عنده دلتين، الدلالة حقت القهوة، فقال لأحد أبنائه تكفينا واحدة، ما نريد نرحل للآخرة وباقي دلتين، تكفي دلة واحدة، وإذا خرجت فتصدقوا بفراشي ودلتي، وليس في بيته من الدنيا شيء. ليه يا شيخ ناصر؟ قال يا شيخ هنيئا للي يذهب إلى الله بدون أمتعة، ركاب بدون أمتعة يصلون أول الناس، هنيئا لمن يذهب وظهره ليس عليه أحمال، هنيئا يا شيخ لمن نام وهو ينتظر لقاء الله مو بينتظر الصباح، هنيئا لمن صدق مع الله. كلمات بسيطة وزادنا قليل، ولا نريد أن نثقل أنفسنا بتعامل مع الخلق ودنيا تتعلق ونتعلق بها. هذا الرجل عاش في زمننا، ما عاش في زمن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان هذا الشاهد كان إذا دعا رأى من دعي له بركة دعائه بين عينيه، كان طاهر البدن طاهر البطن ما يأكل حرام. هذا البراء بن مالك أتاه أصحابه في الغزوة التي استشهد فيها فقالوا له ألا تدعو لنا، ألا تقسم على الله؟ قال لو أقسمت على الله، قال أقسمت عليك يا رب. اسمع الصحابة رافعين يديهم، هذا بدأ يقسم، أقسم على الله يا براء.
قال أقسمت عليك يا رب يا ربي أن تمنحنا أكتاف أعدائنا وأن تمكن السيف من رقاب أعدائنا. ثم قالوا آمين وقاموا. ما زاد شيء، يبغون النصر مباشرة، وهذا لا يريد الوصول للنصر إلا ببذل وجهد ومكافحة وجهاد. قال التقوا على قنطرة فأوجعوا الكفار، فإذا رب العالمين يمنح الصحابة أكتاف أعدائه، ويستشهد رضي الله عنه في زمن على يد الهرمزان، وهو قائد الأعداء، قائد الجيش الذي كان يقاتل أصحاب رسول الله. قتله بعد جهاد مرير طويل، ورفع رضي الله عنه، وانتهت حياته شهيدا رضي الله عنه، كما كان يبحث عن الشهادة طول حياته. يقول ابن عبد البر عن البراء بن مالك قال: هذا أحد الفضلاء وأحد أبطال الإسلام الأشداء، قتل من المشركين 100 رجل مبارزة سوى ما شارك فيه من الغزوات، رضي الله عنه وأرضاه. ونفتح الصفحة الأخرى إلى صحابينا هذا الآخر أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بصير هو عتبة بن أسيد رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه لا يقرأ له في السير كثيرا من القصص، لكن له موقف يكتب بماء العيون وبدماء القلب. أبو بصير أسلم وكان مستضعفا في مكة، أسلم وما استطاع أن يهاجر، وبعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام بقي بعض المستضعفين المعذبين لم يستطيعوا الهجرة، وما أعظم أنينهم وما أطول أوجاعهم، تركهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم. في صلح الحديبية في العام 5 من الهجرة كتب الحبيب الصلح اللي تعرفونه، الذي سماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا ليس فتح مكة، إنما هو الفتح بصلح الحديبية، ما بين الصلح وبين فتح مكة 5 سنين. ومع ذلك العهد الذي كتبه الحبيب بينه وبين كفار مكة كان فتحا. كيف كان فتحا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الكفار مكة وانشغل بالحروب والقتال، فلما كتب الصلح ابتدأ يطهر الجيوب الداخلية حول المدينة، وابتدأ يقوي الجيش، وابتدأ يكتب المعاهدات، وابتدأ الناس خارج مكة يأتون مسلمين. كان بند من بنود المعاهدة في صلح الحديبية أن من أتى من المسلمين من مكة إلى رسول الله حتى يدخل في جوار رسول الله ويحتمي من أعداء الله ويكتفي من عذابات أهل مكة، أنه من أتى مسلما من مكة إلى رسول الله وجب على رسول الله أن يرده إلى مكة. ايش رايكم لو أخوك يكتب اتفاقية ولا وش تقول؟ ايه أتماشر أنت ليس عندك فقه. الصحابة رضي الله عنهم منهم من غضب ومنه الفاروق: على ما نرضى الدنية في ديننا، لماذا نكتب هذا؟ لا، ومن أتى مرتدا من مكة من المدينة إلى مكة لا يردونه إلى رسول الله. ظاهر الاتفاق أنه هوان، ظاهر الاتفاق أنه خنوع، ظاهر الاتفاق أنه رضي أن يتسلط الكافر على المسلم. وكان الحبيب يكتب مع سهيل بن عمرو، يكتب المعاهدة ومع ذلك بسم الله، قال: قل اللهم بك أو كذا، باسمك اللهم، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نعرف رحمن ولا نعرف رحيم. هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله. قال: لو أن متفقين أنك رسول الله ما قاتلناك، امسح ومسح، ما رأيكم؟ ويشهد الاتفاق جمع، الحمية تغلي العروق: يا رسول الله مرنا لنسيلن أبطح مكة بالدماء ونقاتلهم. وقد بايعوا الحبيب على الموت لما تأخر عثمان بن عفان في مكة حتى عاد رضي الله عنه، فلما رأوا الاتفاق
لا أريد الإطالة لأن قد يأتي في موقف آخر نتحدث عن بنودها، لكنه رضي الله عنه أبو بصير هذا عتبة بن أسيد، هذا الصحابي الجليل كان مربوطا معذبا منهكا، أمنيته أن يترك العذاب وأن يرحل ليكحل عينه برسول الله. وفعلا كان يوما انشغل المعذبون له عنه فانفك من قياده وأتى منطلقا يعدو يمشي تاحظ من مكة إلى المدينة في جوع وفقر وظمأ وظلم وآلام وعذابات ودماء وقيح، ويدخل على رسول الله: يا رسول الله الحمد لله الذي أنقذني من أهل مكة. جلس سلم على رسول الله إذا برجلين يدخلان: يا رسول الله العهد رد أبا بصير معنا. طبعا شو أبو بصير يقول: الحين توني أمنت، أنا لا زلت خائف، الآن يا رسول الله رؤيتك طمأنت قلبي. قال: يا أبا بصير إن هؤلاء القوم قد صالحونا على ما قد علمت يا أبا بصير. العهد، والرسول لا يخفر عهدا، وإذا أراد أن ينبذ إذا خانوا نبذ، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، رد العهد بينهم ثم قاتلهم. قال: لا زلنا بيننا وبين قومنا معهم كما علمت، ونحن يا أبا بصير لا نغدر. يا رسول الله الحكم، الحق بقومك. سيبكي كل من حول أبو بصير، ليس أبو بصير فقط، ستجري المدامع، لكن الذي أمر من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأنت خرجت من الكفر إلى الإسلام تريده أن يهديك إلى الجنة، طاعته واجبة ولو خالفت هواك. والله إن الأمر مؤلم، بعضنا لو خالف هوى والده رفض، والده يقول لا تطلع وهو يبغى يطلع، تطلع، لا تسهر برا يسهر، يا ولد صلي ما يصلي، خالفنا هوى مو محمد بن عبد الله بل الله جل وعلا، أمر الله خالفناه. الصلاة خير من النوم، وبعض شبابنا يقول النوم خير من الصلاة. عموما أبو بصير عندما رأى: يا رسول الله أتردني إلى العذاب؟ أتردني إلى الفتنة؟ أخشى على ديني يا رسول الله أن أفتن، أنا ما تحملت الآلام إلا لأني أستطيع الفرار، فلما فررت تردني إليهم يا رسول الله. وبين دموع ونشيج واستجداء ليس هناك إلا: الحق بقومك يا أبا بصير. معنا شجاع التفت إلى قومه، قال الحبيب وهو يولي ماسكينه اثنين، قال: اصبر يا أبا بصير واحتسب وأنت ومن معك من المستضعفين، فإن الله جاعل لكم مخرجا وفرجا. بلسم جميل. اذهبوا كما مر الحبيب على عمار بن ياسر وياسر بن عامر وسمية بنت خياط، تعرفون القصة، قد ربطوا في الجذوع، يمر الحبيب في زمن الاستضعاف: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. بلسم ولا مهو بلسم؟ إذا كان أحبابي الفرج بيد الله فيا مهموم يا مغموم، دام العلم عند ربي مهو عند الخلق، والله لو صحت نيتك وقصدك إلى الله ليجعلن لك من كل هم فرجا. عاد أبو بصير وخرج معهم، فلما أتوا في الجحفة ما بعدوا، لا زالوا قريبين من المدينة، فلما أتوا في الجحفة إذا أحدهما يذهب لقضاء حاجته والثاني كان جالس معه سيفه، وأبو بصير جالس بجوارهم قد أمنوا، ليس معه سلاح ولن يستطيع الهرب، ولو هرب قطعوه بالسيف. وكان أحدهما مغرور بسيفه، يدخل السيف ويخرجه ويقول: كم فعلت بهذا السيف وكم فعلت، وقتلت به فلانا وفلانا وفلان. فقال أبو بصير: ويحك، لا أرى هذا السيف إلا جيدا وأنه يفري. قال: هو كذلك. قال: أرني إياه. المغفر رقم 1 هذا جاء، طبعا هو نظر إليه واحد، طبعا هو آمن، هذا أسير ذاك يقضي حاجته وهذا معه السيف بين فخذيه، فقال: أرني إياه، فما أنسله في يده حتى فقد الرجل رأسه.
فإذا برأسه يتدحرج، ثم انقض على قاضي الحاجة فهرب، وابتدأ يعدو خلفه هرب حتى دخل المدينة وأتى للمسجد ولا زال المشرك يهرب. فلما دخل على رسوله قال: يا رسول الله، يلحق بي ولا أظنه إلا قاتلي. قال: أمنت، ما لك يا أبا بصير؟ قال: أوفى الله ذمتك يا رسول الله. خلاص أرسلوه، ذبحت واحد سيخرج بلا عقل، لأن عقله راح من كثر المطاردة. إذن الآن يا رسول الله ليس عليك أن تردني، أنت رددتني وأنا عدت بنفسي، ما استطاعوا أن يردوني هم. إذن انتهت القضية. كأنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: يا رسول الله، برت ذمتك ووفى عهدك فلا تردني إليهم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام فقال: ماذا فعلت؟ قال: فعلت كذا وكذا يا رسول الله، أخذت السيف فأطرت رأسه، وكنت ألحق بالآخر فدخل عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل أمه أو ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. انظر المدح، وانظر الحكمة، وانظر الإشارة، يعني أنك أنت قائد محنك. وإلى أمة كلمة تقال عند العرب من باب الاستغراب واستعظام الأمر، مثل ثكلتك أمك، ولكن لا يراد بها الدعاء. ما يقول ويل أمك أو ما بكت عليك أمك، لا يراد بها، إنما يراد بها استعظام الفعل. ويل أمه مسعر حرب، يعني هذا لو معه أحد إيش بيسوي؟ هذا لو كان معه أحد ماذا يفعل؟ فأشار الحبيب عندما قال مسعر أو مسعر حرب لو معه رجال، كان يقول: يا أبا بصير، مكانك في الفترة الحالية مع وجود المعاهدة ليس في المدينة، وإذا أنت في المدينة مو شرط تروح مكة، لأن الآن مكة ما أقدر أنا رديتك لهم وأنت اللي ذبحتهم، لكن ابحث لك عن أرض ودور لك رجال. انظر، ابحث عن أرض غير أرضي، غير المدينة، وابحث عن رجال، فإنك إذا قدت رجالا فإنك مسعر حرب. حكمة عجيبة جميلة ودلالة للحبيب، هذا هو العقل والحكمة. وإنك لتعجب من هذه الجملة اللي هي أعجب من قول ذاك: أوفى الله نذرك. وأيضا استدراج، والحرب خدعة، استدراج ذاك. ولذلك أحباب، السلاح ليس الحكمة في قوته، إنما في قوة القلب الذي يحمله وفي حكمة حامله. ولذلك لو تعطي السلاح واحد قال مهبول، أو واحد في حمق، لفنيت الأرض، لكنه كلما كان في يد الحكيم العاقل كان أحفظ له. ولذلك رضي الله عنه وأرضاه كان حكيما. عندما سمع بذلك قال له: اخرج من المدينة. فخرج رضي الله عنه من المدينة والتحق بأبي جندل، صحابي جليل آخر من المستضعفين. وعلم المستضعفون في المدينة في مكة بخروج أبي بصير ومن معه، فالتحقوا بهم في العيس على طريق القوافل القادمة إلى مكة. وكلما مرت أنزلوهم وقتلوا من معهم وشردوا بهم من خلفهم وأخذوا مال مكة، قافلة مكة، حتى ضجت مكة ألما. هذا والله الورطة، لأنهم الآن هم اللي قالوا لا تدخل في جوار رسول الله ولا بد أن يرد إلينا، ما استطاعوا الرد. إذن الآن هو وقف يقطع الطريق ومعه رجال، وهالإشارة التي أشار الحبيب بها إليه من المستضعفين. وهنا حقق الحبيب العهد وما نقضه وما خفره وما خانه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وحقق جبهة داخلية مستضعفة تقوت بالاجتماع واللحمة. ثم تفرغ الحبيب إلى تربية أهل المدينة تربية إيمانية وكف شر من كان حولها من العرب، وهذه الحكمة. وهنا أحبابي، التسليم في دين الإسلام عتبة من لم يقف عليها ما وقف على الدين الحق. إن أبا بصير له في بعض العقول له حق أن ينتكس ولا ما له حق، له حق يرتد ولا ما له حق. إذا ما حميتني يا رسول الله أنا وش أبغى دينكم؟ صحيح؟
وإذا ما نصرتموني وأنا ضعيف متى تنصرونني؟ ويستطيع يتكلم، لكن لماذا ما خاض في هذا الكلام؟ ولماذا استسلم؟ لأنه يعلم أن هذا الذي يوجهه ويأمره ينبأ من اللطيف الخبير، وأن علم الحبيب صلى الله عليه وسلم للغيب من علم الله الذي علمه، ولأننا مهما كانت عقولنا راشدة لا نعرف مصالحنا. يقول أحد العلماء: والله لو رأت عينك في سجوف الغيب، أي لو أن الغيب ستارة ثم أنزل عنك الستارة لترى ما خلفها، لكنت ما تختار لنفسك أكثر مما اختار الله لك، ولو بموت ولدك، ولو باحتراق تجارتك، ولو بقطع رجلك، ولو بالسكر، ولو بالجلطة، ولو بالصمامات، ولو بالسرطان، ولو بالأورام، والله لن تختار لنفسك إلا ما اختار الله لك. إنه يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الاستسلام عند أبي بصير استسلام مع فتنة. لهذا بعضكم يا شيخ، بعضهم صلى يومين وقال له واحد عدل الصف، قال تراها واصلة هنا، صلى أحسن لك. ترى أما يا أخي استر الصف، قال اشترها على اللي يصلي معكم يا شيخ. بعضنا يمتن على الله بركعتين، ويمتن على الله لو أعطى واحد من زكاة 1000 ريال وأعطاه إياه رآها أنها تبني له قصر من زمرجد وزبرجد وها في الجنة على يمين على يا أخي هذا حق الله. بعضنا أحبابي، بعضنا هو على حرف يعبد الله على حرف، بس أي حركة تقلبه، يبطل دخان، زعلناه ولع مال بورو، يا حبيبي مو على طول، اصبر الله يجزاك خير، زعلناه رجع وسب الدين. ولذلك يا أخوان هؤلاء الصحابة اختارهم الله واصطفاهم، ابتلوا. ووالله يا أحبابي أنا أعرف أن الألم في قلوبكم كقلب أبي بصير. يا أخي ترد ليه؟ يا أخي افزع، الله يجزاك خير، افزع. ولذلك بعض الناس يجيك يقول افزع وهو الظالم، ما تفزع معه يا أخي، تقول يا أخي الحبيب أنت ظالم، أنت اللي ضارب للرجال، والله أنك رخمة ما فيك خير، لوك رجال قمت مع أخوك. يا أخي أنصرك ظالما بردك عن الظلم، مظلوما بنصرتك. ولذلك بعضنا يا أخي يغلي من الداخل على نصرة على جاهلية. الصحابة رضي الله عنهم حكمهم الإسلام وألغى اختيارهم مع وجود أمر الرحمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. سلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا خالفت أمر الله فقد مت ولو لك لسان وشفتين. هنا وقفة عجيبة ينبغي للمؤمن أن يعلم أن قد يبتلى ونبتلى أحيانا بأشياء لا نعرف حكمتها في الدين، لكن لازم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. قال الله يقرفك يا شيخ، إيش الكلام؟ ذباب. يا أخي الحبيب هذا كلامي أنا أم كلام طبيب أم كلام محمد بن عبد الله؟ والله ما اشمأز وجهك إلا لنقص الإيمان في قلبك، لأننا نستسلم. هو الذباب، أن تستقدر الذباب؟ هذا الذباب لو فكرنا في خلقه لسجدنا لله تسليما وعظمنا العظيم بخلقه. لذا التسليم لابد أن يثبت قدمك، لا تثبت على الدين حتى تكون من أهل التسليم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. هناك أيها الأحباب نزل العيص وجلس في قوافل الشام القادمة، سمع به المستضعفون فالتفوا حوله، وكانوا رجالا حوله شكلوا جيوبا مقاومة مبعثرة لقوة مكة، خافت قوافلهم، غيروا طرقهم، حتى أتى وفد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتى إليه يسألونه الرحم، ادعوا أبا جندل وأبا بصير. خلاص يا ابن انتهينا. وهذا البند، لاحظ البند اللي كتبوه باستعلاء: المبشر بالجنة سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل دخل مسجد الكوفة، المسجد الكبير في الكوفة، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه جالس، وكانت تلك الأزمان زمن الفتنة، ما وقع في موقعة الجمل بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. فدخل رجل من أهل الفتنة
فوقف على رأس المغيرة بن شعبة ثم سب عليا رضي الله عنه، وسب طلحة رضي الله عنه، ثم سب الزبير رضي الله عنه. وما قام أحد يغار على هؤلاء الشموس وهؤلاء الأعلام والنجوم التي بأيها اقتدينا اهتدينا. فلما لم يتحرك أحد للمنافحة عنهم كان سعيد رضي الله عنه جالس، فقام رضي الله عنه وقال للمغيرة: يا مغيرة متى كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يسبون في مسجد الكوفة ولا ينفح ولا ينافح عنهم أحد؟ ثم قام رضي الله عنه فقال ليسمع من في المسجد كله، قال: أنا أشهد على رسول الله واشهدوا علي أنه عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وابن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، ثم وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وكاسر المؤمنين في الجنة. فنظروا إليه وقالوا: ومن تاسعهم؟ هذا الذي أخبرت عنهم جميعا إلا التاسع، فمن تاسعهم؟ فسكت، فضج المسجد عليه وأقسموا عليه بالله واستحلفوه: إلا أن تخبرنا من تاسع المؤمنين في الجنة. قال: يحدثكم تاسع المؤمنين في الجنة. ما أجمل أن يعيش الإنسان ومعه ضمان من الله ألا يرى النار. الأعجب من ذلك أن سعيدا يروي الحديث غيرة على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين تلقفتهم آلة الإفك والكذب والحقد في الأمة، خوارج الأمة الذين تسوروا على عثمان فقتلوه والمصحف بين يديه، وجلسوا خلف الجدار في جبن كما هم الجبناء، وطعنوا أبو تراب المبشر بالجنة. هؤلاء عندما ضجوا باستنقاص أصحاب رسول الله قام صاحبنا هذه الليلة المبشر بالجنة بالمنافحة عنهم ويقول: هم في الجنة. مهما وقع منهم فإنما وقع منهم إنما هو أخبر الحبيب عنه نبوءة منه ومعجزة منه صلى الله عليه وسلم أن أنبأنا أن هذا تقتله الفئة الباغية، ومع ذلك هو في الجنة. سعيد بن عمرو ابن نفيل لا تجد في كتب السير عنه كلاما كثيرا، وستقرأ صفحات معدودة على أنامل اليد الواحدة. لماذا وهو المبشر بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام، وأسلم قبل دخول الحبيب دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان من أصحاب رسول الله الأول الذين نصروه؟ لماذا لا نقرأ عن أخباره؟ إذا قرأت عن عمر تجد مجلدات رضي الله عن فاروق الأمة، عن صديقها مجلدات، عن ابن عوف مجلدات، عن سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص خال محمد عليه الصلاة والسلام تجد مجلدات. تقرأ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فلا ترى إلا نتف. أتدري لماذا؟ لأنه صحابي عاش يعشق الخمول، خمول الذكر لا خمول البدن، خمول الذكر. عاش متواضعا، عاش خفيا، عاش حييا، عاش بكاء، عاش مجاهدا. لا تقل إن سعيد بن زيد ما شهد المشاهد ولذلك ما كتبت سيرته. شهد المشاهد كلها إلا غزوة بدر. بل قال بعض من كتب في سيرته شهد حتى بدر، مع أنه ما وقف مع الحبيب في بدر لأنه مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. والعجيب هنا أن طلحة بن عبيد الله ابن عم الصديق، وسعيد بن زيد بن عمرو بن عدي هذا ابن نفيل بن عدي ابن عم الفاروق رضي الله عنه، فهذا ابن عم خير المؤمنين، وهذا ابن عم ثاني خيار هذه الأمة، هذا ابن عم صديقها وذا ابن عم فاروقها. شهد المشاهد كلها حتى بدر ما وقف مع الصحابة فيها، لكن الحبيب أعطاه من الغنائم وقسم له، لأنه عليه الصلاة والسلام
أرسله إلى الشام وإلى بصرى يستبرئ أخبار قريش وقوافلهم، وما علم أنهم سيقفون في حرب أو ينالون من عدو أو يكون هناك بينه وبين قريش جهاد وقتال. والحبيب كما تعلمون خرج لبدر لا يريد القتال، يريد العير، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا التقى مع عدوه. أعود فأقول هذا الصحابي ولو لم نخرج أحبابي، لو لم نخرج من درسنا مع سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، لو لم نخرج من الدرس إلا أنه عاش خامل الذكر لا يعلن للناس أعماله ولا خبره، يجاهد كل الوقائع حتى بلغ عصور الفتوح، شهد اليرموك كما شهد بدر. انظر، وما غاب عن موقعة واحدة. كان من أصدق أصحاب رسول الله وكلهم أهل صدق نبرة، وكان كثيرا لا يبرز نفسه، بل كان إذا تحدث عن نفسه كما سنأخذ بعد قليل في غزوة اليرموك أو في معركة أقصد اليرموك تحدث ببراءة وتحدث بصدق، فما مدح نفسه وما أثنى على نفسه، إنما ذكر لنفسه موقفا من المواقف العظيمة دون أن يطري نفسه. وهكذا أحبابي من أراد أن ينشر الله له سيرته في الدنيا فليحسن السير إلى الله عبر الإخلاص والإخبات. إخلاص في عمله، إخبات في عمله. لا تحب الذكر، فمن أحب الذكر، اللي يبحث عن الذكر والشهرة ويريد الناس أن يذكروه وأن يثنوا عليه، ويقول ما سجل ما ذكر الناس عميان، ما شافوا وش سويت وأنا فعلت، ويبغى دروع في كل مسابقة وفي كل تصفيات وفي كل اجتهاد، هذا المسكين يطفئ الله ذكره. سعيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه من بني عدي، ووالده زيد والده ابن عم عمر، وكان من أول من أسلم. ودائما إذا قرأنا سيرة سعيد فإن كتاب السير يذكرون سيرة والده. كيف نشأ سعيد بن زيد؟ نشأ في بيت توحيد وفي بيت حنيف من الأحناف، وبالأحناف نسبة لأبي حنيفة إلى نسبة إلى التوحيد الحنيف، حنيفا مسلما حنيفا مؤمنا، أي مائل عن الشرك قاصدا إلى التوحيد. طيب كيف والده يكون حنيفا مع أنه مات قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد ما عفر جبينه أمام صنم، وما ذبح لصنم، وما دعا إلا الله، مات على ملة إبراهيم. زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد عاش الحياة كلها يسيح في الأرض ما بين الحجاز وما بين بصرى وما بين الموصل وما بين الشام، كله يسيح في الأرض يبحث عن الدين الحق. سأل اليهود فما قر عينه بدين اليهود، سأل النصارى حتى ذهب إلى الموصل وسمع عنهم، لكن رأى دينا مخرق ودينا متضاد ودين ينفي العقل أن يقبل به، ولذلك بحث حتى وقف أمام الكعبة وسجد على كفه وراحته يناجي ربه: يا رب أي طريق يوصل إليك، فإني لا أرى من هذه الأديان شيئا يوصل إليك، إنها فطرة التوحيد. ولذلك يوجد في الجاهلية مجموعة كانت تؤمن بدين الإسلام. ليس دين الإسلام دين محمد، الإسلام المراد الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد للتوحيد والخلوص من الشرك، هذا دين أنزله الله مع الأنبياء كلهم. كان منهم قس بن ساعدة، وكان منهم ورقة بن نوفل، وكان منهم زيد بن عمرو بن نفيل، وكان منهم عبيد الله بن جحش أدرك الإسلام ثم تنصر ومات، زوج رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها، فلما تنصر تزوجها عليه الصلاة والسلام ومات على النصرانية زوجها. كان يوجد مجموعة من كفار مكة، كان هناك مجموعة على دين إبراهيم وكانوا ينبذون الشرك. كان منهم والد سعيد بن زيد وهو
زيد بن عمرو بن نفيل. ولذلك لاقى والد سعيد من عمه الخطاب. الخطاب أبو من؟ الخطاب أبو عمر، كان من أشد الناس، وكان عمر أخذ هذه الحدة والشدة من أبيه، فعذب عمر شبابنا اللي هناك بدون زجر، لا هم سيجلسون معنا، لا تطلعونهم، فرقوهم فقط، لا تخرجونهم. أعود فأقول: كان الخطاب يعذب زيدا ابن أخيه، وكان عمر يعذب سعيدا قبل إسلامه. انظر البلاء، وأشد البلاء ما كان من الأقربين، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. دائما إذا عذبك الأقربون حتى كان يربطه وكان يضربه. ولذلك زيد بن عمرو بن نفيل نفته مكة. والعجيب من سيرة زيد بن عمرو بن نفيل، هل نقول لزيد هذا والد سعيد رضي الله عنه؟ نعم، فقد ثبت أن الحبيب عليه الصلاة والسلام استغفر له، ثبت أنه استغفر له وترضى عليه. لما؟ لأنه ذهب للموصل، وهناك سأل أكبر كاهن وأكبر راهب وأكبر قساوسة النصارى في الموصل في العراق، سأله عن الدين الحق، فقال له: إن الدين الحق سيخرج من أرضك التي قدمت منها، وستخرج من هناك من مكة، وهناك ستكون خاتم الأنبياء وخاتم الرسل سيبعث من قومك. وعاد مسرعا، وفي طريقه تلتف عليه قبيلة من قبائل العرب، ثم يقتل قبل الوصول إلى مكة. وتروي بعض السير أن زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن تخرج روحه وقد طعن غدرا قال: اللهم إن حرمتني التصديق بهذا النبي فلا تحرم سعيدا منه. سعيد يعني ابنه. ولذلك هناك أثر في سرعة تصديق سعيد بمحمد عليه الصلاة والسلام، سرعة تصديقه، لأنه نشأ في بيت توحيد، عاش في كنف والد موحد، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذلك أبناءنا انعكاس لأخلاقنا في البيت. إذا لقيت ابن يلعن، وين سامع اللعنة؟ وين جايبها؟ الله يجزاك خير. جايبها غالبا من فمك أنت. إذا رأيته إذا طاش عقله تكلم بكلام بذيء غالبا من البيت. إذا رأيته يحب الصلاة من البيت، إذا كان حييا فمن البيت. وهكذا عاش سعيد بن زيد في بيت موحد. ولذلك عندما علم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام سارع التصديق به. العجيب أن سعيدا زوجته أخت عمر رضي الله عن عمر، فاطمة بنت الخطاب، وزوجة عمر أخت زيد عاتكة بنت زيد. ولذلك هو من بني عدي من رؤوس العرب، لكنه علم وعرف عن بني عدي هؤلاء الحدة وطول القامات وسمرة الوجوه، فكانوا من أقوى من سكن مكة. ولكن أحبابي هنا وقفة. سعيد بن زيد على حدة قومه كان من ألين الناس قلبا، ومن أطهرهم قلبا، ومن ألينهم تعاملا، وكان شجاعا. لا تعتقد أن سعيد بن زيد أنه ضعيف عندما يخمل، والدليل على شجاعته أنه شهد المواقف كلها، لكن كان مخبت. ولذلك من شاء الله له التوفيق في الدنيا رزقه قلب به رحمة، ورزقه قلب رجاع منيب. ولذلك إياك أن تمدح نفسك بالحدة. عمر بن الخطاب جبار في الجاهلية، لكن لما دخل الإيمان قلبه ما مات إلا وفي خديه خطين أسودين من البكاء. ما الذي جعل القلب يلين؟ ذاك الذي خرج يوما ليقتل محمد عليه الصلاة والسلام، وما غربت الشمس إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بالسيف الذي كان عمر يريد قتله،
كان ينافح عنه، إنه الإيمان. ولذلك أحبابي سعيد بن زيد مدرسة في الرحمة والتواضع والإخلاص والإخبات. وعمر قبل الإسلام جبار وليس بخوار، لكن الإيمان زاد هذا لينا وزاد ذاك إخباتا، وهكذا. فإذا دخل الإيمان قلبك وما عدل في أخلاقك راجع نفسك، فلست من المؤمنين حقا حتى تتغير الأخلاق بدخول الإيمان. إسلامه عليه رضوان الله بنداء التوحيد، صاحب الفطرة يستجيب لدعوة الحق، فما يحتاج أحد أن يدعوه إذا علم الطريق المضيء. ولكن العجيب في سعيد بن زيد، وهذا العجيب وقفة أريد أن تركز معي، أن عمر وما أدراك ما عمر الفاروق، عمر الإسلام، عمر المحدث، أمير المؤمنين، هذه القامة العظيمة، هذا الذي قال الحبيب لو أن في أمة محمد بعد محمد النبي لكان عمر، كل عمر وأعمال عمر في ميزان سعيد بن زيد، لأنه أسلم في بيت سعيد. الله أكبر، أمر عجيب. وأهل مصر، كل أهل مصر في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه، من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه. أرأيت ألا يكفي سعيد بن زيد هذه المنقبة أن يكون رضي الله عنه أسلم في بيته عمر الفاروق. وما تقرؤونه في السير من أن عمر رضي الله عنه أتى إلى رجل من بني زهرة وقال له تريد قتل محمد وقد صبأ ابن عمك وأختك، ثم دخل وضربها، ثم ضرب سعيد، وكان عندهم خباب بن الأرت وقرأوا عليه صدرا من سورة طه. الرواية ضعيفة، الصحيح أنه أسلم في بيته. أما تضعيف القصة من كونه ضرب سعيد بن زيد وقيده ثم لطم أخته فاطمة وسال دماؤها، ثم قالت اغتسل فاغتسل، ثم قال كيف يصنع من أراد الدخول في دينكم، فقالوا له كذا، ثم ذهب إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم ثم أسلم. هذه القصة بتضعيفها هذه ضعيفة، لكن الصحيح منها أنه أسلم على يد سعيد بن زيد، وأبو بكر أسلم على يد 6 من المبشرين بالجنة. رأيتم الإنجازات، إنجازات عجيبة. ولذلك أحبابي قد يسلم على يدك إنسان ثم يكون داعية، ولا لا؟ وأنت ما ألقيت كلمة ولا ألقيت محاضرة ولا طبعت كتاب ولا حدثت ولا ترجمت ولا غيره، ومتكئ في حي العزيزية وأنت من دعاة الإسلام وأنت ما نطقت، لأنه أسلم على يدك داعية، اهتدى على يدك ضال. ولذلك من أعظم الهندسات في الحياة هندسة إدخال الناس في دين الله أفواجا لتكون أنت شريكا لهم في الأجر، بل أحيانا يدخل على يديك كافر فيسلم أو ضال فيهتدي فتكون من طلابه. أعجبني أحد الدعاة الشباب، ليس شاب هو كبير، لكنه يلقي مواعظ صغيرة ويجلس مع بعض العصاة على الأرصفة، يقول لي أبشرك فلان اللي الآن الناس حوله يجتمعون حوله ويدرس، لأنه درس وأخذ الماجستير. هذا الشاب كان ضالا فاهتدى ودرس وأخذ الماجستير والآن يحضر الدكتوراه. قال أبشرك اهتدى على يدي وأنا من طلاب هالحين، هو من طلابه. يقول أجلس بين يديه معي كتاب الأربعين نووية صاحب الفضيلة يشرح لي، والله أني أذكره يوم السربوت. نعم هو، وهذا الشيخ اللي هو يتكلم عنه هذا الشيخ اللي يتكلم عنه هو في موازين ذاك الذي لربما لا يفقه كثيرا مما يقول هذا الداعية أو هذا العالم. إذن أحبابي إذا أردت أن تعيش أعمارا كما عاش سعيد بن زيد فاحمل هم الدين وأدخله في قلوب ضمئة وفي قلوب صدئة، فإنك بذلك أيها الحبيب تبني مجدا وأنت لا تدري. إذن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ابن عمي، أو هو على الحقيقة والده ابن عم عمر، كان عمر من أعماله الصالحة وهو في ميزانه رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الجو الجميل وفي هذا البيت الإيماني
وهذا الذي هو بيت زيد بن عمرو، البيت الحنيف، البيت الطاهر، كان والده، وهنا عجيب أحبابي قدرا، لأن ما يجوز نقول مصادفة، بعض الناس يقول صدفة، شفتك صدفة رأيت، ليس في الكون صدفة، قل قدرا، إذا جاءت الكلمة هذه فأزحها وقل قدرا رأيتك. من أقدار الله أن والد سعيد كان يطرد من مكة، لما أتى من الشام وساح فيها ينشر يريد الدين فدخل لمكة، فكان والده كان له من الخلال أولا يدعو إلى التوحيد، فإذا ذبحت الشاة أو نحرت الجزور فذبحوها على الأزلام والأنصاب، فكان يقول لهم ويحكم أينحر دابة ينهر دمها ويوجب جنبها، تجب على جنبها تسقط، وتذبح لغير خالقها، يزين التوحيد بسيط، يقول باختصار يخلقها ربي ثم تذبح لغير الذي خلقها. معقول أحبابي؟ معقول؟ أنا لو واحد الآن ما عندي سيارة وبيك ترجعني لشرق الرياض وأركب مع واحد سواق وقدام معه واحد، فلما وصلني السواق هو اللي وصلني جزاه الله خير، شكرت اللي جنبه، فلما سلمت على اليمين قلت الله يبيض وجهك ما قصرت، واليمين قال لي وش يقول لي السواق؟ الأخ أعور أعمى عسماشر، يعني يحسن إليك وتشكر غيري. هذا مثال ولله المثل الأعلى. كان زيد بن عمرو يقول يخلقها ربي وتذبح لغيره. معقول يا أحبابي؟ هذا مثل بعضنا الآن يرزق ربي ويشكر ولد عمه ولا خاله، ما ينبغي هذا، ما يجوز. لذلك وكان أيضا من عبادته التي كان ينكر عليهم، كان يقول أن أصنامكم لا تنفع لا تضر، أغب يبول على رأسه الكلب، أكرمكم الله، رب ما يدفع عن نفسه كلبا أقعى فوق رأسه وبال. والله ذا الرب الأقشر هذا اللي ما قدر يمنع البولة عن نفسه، أو أنه يسرق يكسر. ثم كان من أخلاق والده أيضا، هذا سبب نفي قريش له أنه كان يفدي الموؤودة. كانت طبعا الموؤودة البنت، كان وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، وتراها الجاهلية موجودة عند بعضنا إذا جاء ولد قال ابشروا لي برجال، إذا جاء بنت قال إيه جاك ولد قال بنيتنا الله يصلحها. والله فيك جاهلية. البنية هذه اللي الله يصلحها هي حجابك من النار، وهي ميزتك بل احمد الله فإن محمدا عليه الصلاة والسلام كل ذرية بنات. ارفع راسك. وقد قدمها الله في الموهبة، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، يعني أبناء وبنات. أعود فأقول كان يفدي الموؤودة. وليس كل العرب يئدون البنات للمعلومية، ترى بعضنا ينقل عن يقول وعمر قد دفن ابنته وكانت تزيل التراب عن لحيته، غير صحيح. بني عدي اللي منهم عمر وسعيد بن زيد ما كانوا يئدون البنات، بني أسد وبعض بطون العرب فقط، لكن كانوا موجودين. فكان زيد بن عمرو بن نفيل نقول رضي الله عنه، مع أنه ما أدرك الإسلام لأنه مات حنيفا، مات على التوحيد ما سجد لغير الله، وقد ترضى الحبيب عنه. أعود فأقول كان يفتدي الموؤودة. كيف؟ يأخذها من أبيها ويتكفل بتربيتها ويدفع أحيانا من ماله عتقا لها، حتى إذا بلغت مبالغ البلوغ قال لأهلها تريدونها؟ لاحظ كان فاتح دار اجتماعية، دار خدمة اجتماعية وحماية للفتاة. هذا الموحد. والتوحيد أحبابي، التوحيد باب كل خير. ترى إذا زاد توحيدك زاد الإيمان في قلبك، إذا زاد إخلاصك زادت رحمتك وزاد، لأن أحبابي التوحيد يدلك على أبواب المكارم كلها. وتستطيع تقول اللي أخلاق السيئة لأن توحيده ناقص. أعود فأقول كان فلما دعا إلى التوحيد أول من صادمه عمه الخطاب والد عمر، ثانيا وقفت مكة كلها ضد زيد بن عمرو فطردته. أين ذهب يوم طرد؟ سعيد بن زيد كان صغير ويرى والده يعذب،
ويأتي والده في آخر الليل يختفي، فيدخل في أحياء مكة ويدخل في البيت عندهم، فإذا أطلع النهار ورآه أهل مكة سلط عمه الخطاب صبيان قريش، هذا قبل ما هو محمد، هذا والد سعيد، سلطهم لضربه وطرده، فكان يختفي في غار حراء. عجيب، هذا الغار من آوى؟ آوى محمدا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وكأن هذا الغار لا يؤوي إلا الموحدين المخبتين الخلص، وكأن هذا الغار هو نور انفجر من غار حراء بالتوحيد، ولذلك كان يختفي في غار حراء، وكان يرسل لورقة بن نوفل ابن عمة خديجة رضي الله عنها، فكان يرسل له يقول الحق بي فإني قد سحت في الأرض، ويبدأ يتكلم. وش يسولفون فيه؟ ورقة موحد، وزيد بن عمرو بن نفيل موحد، فكان يتكلم عنه، قال زرت في الموصل كذا، وفي الشام كذا، وفي بصرى كذا. من يتكلم عن الرهبان، ويتكلم عن القساوسة، ويتكلم عن دين قادم، لكن إلى الآن ما يدري متى هذا الدين سيكون. ولذا كان من الذين يطردون لأجل توحيدهم، بل وقتل قبل الوصول إلى مكة، ولو بلغ مكة لآمن. في هذه الأجواء كانت تربية سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد رضي الله عنه شهد له بالجنة بشهادة محمد عليه الصلاة والسلام. لما؟ ما ميزة هذا الصحابي الجليل؟ ستقرأ في كتب السير ولن تجد كثيرا من أخباره، لكن الحبيب أحبه عليه الصلاة والسلام، أحبه ونادى في الناس سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وكان يقدم شيئا لا يعرفه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل مكة لا يعلمون، وهذا ما قدمت به في الدرس، لو لم نعرف من أخبار سعيد خبرا كثيرا من حاله، يكفي أن الله أطلع نبيه على فعل سعيد اللي أسلم في زمن الإسلام الأول كثير من الصحابة، ولكنهم ليسوا من المبشرين العشرة. المبشرين العشرة بالجنة هم قرة عين الأمة، عمالقة الإسلام، نجوم الهدى، هم أفضل من بايع تحت الشجرة، وهم أفضل من شهد الغزوات والفتوح، وأفضل أهل بدر، وما طلعت الشمس على خير منهم. هذا الصحابي الجليل الذي شهد له بالجنة. من المواقف أيها الأحباب، من المواقف التي نذكرها له رضي الله عنه وأرضاه، أنه في غزوة أو في معركة اليرموك. وفي معركة اليرموك تعلمون كان عدد المسلمين قيل 24,000 وقيل 34,000. وتذكرون القيادة الفعلية في معركة اليرموك لخالد، لأبي سليمان، لسيف الله المسلول. وعدد الكفار كان عدد الروم أكثر من 120,000 بجميع المقاييس الحرب المعاصرة والغابرة والحاضرة. إن 24 يقابلون أكثر من 100,000، إنما هو انتحار بجميع المقاييس مهما كان. لكن الذين يقاتلون صفوة، وإن الذين يقاتلون أمهروا الله أرواحهم وباعوا واشترى الله. ولذلك يقص لنا سعيد بن زيد، هذا موقف من المواقف، يقص لنا سعيد بن زيد رضي الله عنه ما وقع في معركة اليرموك. وقال لنا وهو يتحدث عن أن أبا عبيدة رضي الله عنه، وتعرفون أبو عبيدة كان قائد جيوش الشام كلها، وقد عزل خالد، عزله عمر، وأبو عبيدة معه قرار عزل خالد، وترك خالدا يكمل المعركة حتى لا يفت في عضد الجيش، وحتى لا تختل القيادة تختل القوى المعنوية في الجيش. انظر إلى تواضع الصحابة، وهذا لعل من يتحدث من المشايخ في سيرة أبي عبيدة ستتكلم عن أمين للأمة ستتعطر الأفواه والآذان بسماع عطر سيرته. من مواقف هذا الموقف
يقول سعيد بن زيد: قام فينا أبو عبيدة، وأبو عبيدة ليس من خطباء العرب، أمين الأمة عامر بن الجراح ليس من الخطباء، لكنه لا بد أن يخطب خطبة الحرب، وكان قديما وقد سنها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في غزواته أن يخطب ليرفع المعنويات ويربط الأرواح برب الأرض والسماوات. ولذلك في غزوة بدر قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أحبابي، في واحد ما يقوم؟ والله لو ما عندي سلاح لو بيدي إلى الجنة. عمير بن الحمام وغيره وسواد بن غزية وغيره من الصحابة وابن جموح وعبد الرحمن بن عوف وكثير من الصحابة قاموا